السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم خاوتي، اتمنى الجميع بخير. خاوتي كما قلت لكم في العنوان، المروك بعد زياره وتواضع امير قطر في الجزائر يفاجئ الخليجيين بقرار صارم يجبرهم على التواضع، لكن هيهات هيهات. خاوتي راه ثاني كاين خبر اخر ممتع نضرب به العياشه بكف في اخر الفيديو وندخلوا في الموضوع. انا على بالي بلي العياشي هذا راسه متحجر فيه قوقعه، لكن معليش نسايروا ونحطوا في امر الواقع ونبهدلوا ونقصفوا. اولا حنا كامل شفنا صور امير قطر وظهوره المتواضع جدا في ارض الرجال، ارض الجزائر، ارض الشهداء، لكن الحاجه اللي بغيت نهضر عليها كيما على بالنا الجزائريين يشوفوا هذا الموضوع شيء عادي، يعني امير ولا رئيس دوله يجي يتواضع في البلاد شيء عادي جدا، لان الجزائري بطبيعته شريف وراجل، وهذا امر طبيعي في بلاد الرجال والشرفاء. لكن الشيء اللي بعضكم ما على بالوش به هو كاين واحد الشعب كي شاف هذه الصوره تاع امير قطر متواضع في بلاد مجاوره انبهر وتخلع، لانه العياشه اذا ما على بالكمش مجرد مواطن خليجي فقط كي يروح عندهم تبان لهم حاجه كبيره ويظلوا يزوخوا عندنا خليجيين وعندنا سياحه. هو هذاك الخليجي يدير حاله ثم في مراكش لا سيكيوريتي لا لير ضاربه عندهم، وكي تشوفوه يتعامل مع العياشه صدقوني كاين بعض التعاملات معهم كالعبيد، وكي يرجع لبلاده يرجع يسب فيهم ويسب في بناتهم ويدير فيديوهات. لذلك راهم مخلوعين من تواضع امير قطر في الجزائر. لكن الخبر الجديد اللي جبت لكم اليوم نظن انايا هذا قرار ملكي، صدر قانون جديد. العياشه بغاو يقلدوا الجزائر، تعرفوا هما ديما كش من حاجه تصرا في الجزائر يبغوا يقلدونا يعاندونا، بصح يهردوها في التاليه، وحنا دائما كيشوفوهم كيما كنرجعوا غير نضحكوا عليهم. هذا ما كاين، لان راهم داروا قانون جديد موجه للمواطنين الخليجيين الذين سيذهبون للسياحه في المروك، وهو انه اي خليجي كي يروح للمغرب ويدير اي غلطه مع مغربيه يبقى ينفق عليها 21 سنه. تصدقوا خاوتي هذا قانون ديروه جديد، عندهم هم الخبز التنفيق هذو لعبوها يضربوا عصفورين بحجر واحد. العصفور الاول يقول لك باللي كي نديروا هذا القانون الخليجي خطوه اخرى كي يروح للمروك يبقى خايف وما يديرش علينا فيديوهات وما يهضرش على بناتنا، وهكا يولي يظهر بشكل متواضع في المغرب. اما الحاجه الثانيه هي انه لو كان يغلط كاش خليجي معهم يعني يديروا مصدر دخل ثابت لتلك العائله لمده 21 سنه. لكن هنا تعرفوا الفرق خاوتي بين بلاد الشرفاء اللي يجيها امير خليجي ويتواضع فيها بشكل عادي، وبين بلاد تستغل مواطن خليجي وتفرض عليه قوانين صارمه ماديا للظهور بشكل متواضع. الخبر الزوج خاوتي، شفتوا العياشه كي كانوا يعايروا فينا الحليب؟ شفتوا ياك حنا ما كاش عندنا ازمه تاع حليب، حنا كانت عندنا ازمه تاع مضاربه، واليوم الحمد لله بقرار القياده الرشيده للبلاد ضد المضاربين الحليب راهي طايش في كل بلاصه. الحمد لله الحمد لله، الله يحفظ لنا البلاد، الله يحفظ لنا الرياض، الله يحفظ لنا الرئيس تبون، الله يحفظ لنا شنقريحه الحمد لله. لكن خاوتي المراركه اليوم راه عندهم ازمه تاع حليب غير مسبوقه، حتى راه الجزيره تهضر عليها اليوم في الموقع، راه الصوره ظاهره قدام الجزيره. العالم العربي كاع يهضر على الازمه تاع الحليب تاع المروك. الطوابير عندهم في كل بلاصه، لكن المشكله الطوابير علاه الحليب اصلا ما كاش عندهم. انا ما رانيش نضحك على الشعب المغربي ولا كي راني نقول ما كاش حليب نضحك عليه، لكني راني نرد العياشه اللي كانوا لاعبينها طايحين نخشان، هما عايشين في فقر مدقع، لاعبينها عند دوله غنيه هما في الاصل دوله فقيره. انا هذو راني نرد عليهم اللي كيما كانوا يعايروا فينا، جاب ربي النهار اللي كشفهم وكشف حجم الفساد والفقر اللي راه عندهم. انا بغيت نوري لهم نحطهم في الحقيقه كيما قلت لكم في البدايه. العياشي هذا راسو خشين راسو مقوقع، لازم لك تهديه بشويه بشويه بشويه، على بالي ما يفهمش وخليه ما يفهمش. وانا اصلا نديرو غير ضحك، والله يخليه غير ضحك ان شاء الله. وفي الاخير خاوتي لايك 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 لايك.